اجمل سكتش انت رسمته هو اسوأ اختيار للوجو؟ ايه اللي يخليني اختار السكتش ده بالذات عشان انفذه واسيب كل السكتشات التانية؟ لو حبيت تاخد نصيحة اي ديزاينر عنده شوية خبرة هيقول لك لازم ترسم سكتشات قبل ما تصمم اللوجو، وبعدها بيسيبك تتوه في بحر افكارك. محدش بيقول لك ازاي تختار السكتش اللي يتنفذ، وايه اللي يخليني ابني اللوجو على سكتش واحد واسيب كل السكتشات الحلوة التانية اللي عملتها. بس قبل ما انا كمان اقول لك، تعرف فوحة العطور؟ ايوه اللي هي على المكتب بتاعك او في طرقه البيت، اللي هي كل دقيقه بترش ريحه خفيفه دي من غير ما تحس، بس دايما الريحه دي بتفضل في الجو، بتفضل حواليك. بريف المشروع اللي انت شغال عليه لازم يكون كده، خصوصا وانت بتختار اللي يتنفذ، مش وانت بتطلع افكار. تخليه دايما حاضر في ذهنك ومحاوطك وما بتتلهيش عنه وانت شغال. وانت بترسم الافكار بتتسابق في دماغك وانت بتتحمس معاها، ولو انت محظوظ هتلاقي نفسك رسمت افكار حلوه جدا وشكلها جامد جدا. وهنا بيجي اهم سؤال في عمليه الاختيار كلها: هل السكتشات دي اصلا مناسبه ولا مجرد فكره حلوه وخلاص؟ اعمل لايك وفولو وتعالى اقول لك مثال حقيقي حصل معايا. عندنا مثلا السكتشات دي كنت عاملها لبراند اسمه داتا دوكس، سيستم بينظم حركه النقل البري زي التريلات واللوجستيات للمخازن الكبيره، يعني تنظيم وسلاسه، اتمته وتوفير وقت، وفوق ده كله طالعه من صناعه تقيله. وسط التجارب اللي انا كنت شغال عليها في افكار كتير جدا عجبتني، زي دي وده كمان، وكمان ده كان شكله روش، وده كمان شكله فيوتشرستك شويه، بس ولا واحد فيهم كان بيترجم البريف بشكل بصري لحد ما وصلت للسكتش ده. وبرضه ما كانش كفايه بالنسبه لي، الكونتراست عالي بين التخانات، دائري بزياده، مدي احساس رياضي ومش ماشي مع الورد مارك اللي احنا عملناها. فجات لي فكره ان انا ابني الايقونه من كيرفات حرف الدي علشان يحصل تجانس بين الايقونه والورد مارك ويخفف الاحساس الرياضي اللي كان موجود. طلع معانا لوجو تقيل بس سلس، صناعي بس سهل، وكمان في روح ريترو سبعيناتي ماشيه مع التوجه البصري اللي اخترناه للبراند. لو لاحظت بقى الاختيار هنا ما كانش عشوائي خالص، احنا هنا اخترنا الاوضح، الانسب للبراند والاقرب للاستراتيجيه واللي ماشي مع رساله وتوجه البراند. لو حابب تشوف المشروع الكامل هتلاقي اللينك بتاعه في البايو، او سيب لي كومنت وانا هبعته لك. سمعت انت بقى قبل كده